سلام خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله، نتوما وليداتكم وجميع المسلمين. اليوم غنحضر معكم رغايف اللي كيجيو رائعين للكوتي ولا للضياف. راه تبارك الله كيجيو غزالين وبكمية كتيرة وساهلين في التحضير بطريقة مبسطة. بقاو معايا تشوفوا الطريقة، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. راه تبارك الله كيجي زوين، وبقاو معايا تشوفوا المقادير. والمقادير غتلقاوني حاطه لكم في صندوق الوصف. كيخرج كمية كتيرة. وهنا بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عندي 600 غرام ديال الفورص او الدقيق الابيض، عندي حبة ديال البيض بحرارة المطبخ، وعندي الملح كتبقى دائما على حساب الذوق، وعندي كيس ديال الخميرة ديال الحلويات، كيس ديال الخميره حمراء. هنا عندي غنضيف 2 معالق ديال المزهر، ضفت وحده وغادي نزيد وحده اخرى. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخل. هنا زدت معلقه ديال المزهر، درت 2. وهنا غنضيف 2 معالق ديال العسل. وغنضيف 3 المعالق ديال الزيت المائده. وهنا غنطرب هاد البيضه. راه البنات كيجي مقرمش وكيجي رائع. وهنا بعد ما طربت هذيك البيضه غنجمع العجينه بالماء دافي. الماء دائما كيبقى على حساب الجو، الا كان الجو سخون كندير غير الماء من الروبيني، وإلا كان البرد بحال دابا كاين البرد درت الماء دافي. وهنا غنجمع العجينه ديالي، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه. اللي مشترك في قناتي مرحبا، اللي ما مشتركش يشترك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا كنشارك معكم غير الحوايج البساط. وهنا غندلك العجينه كامله مزيان. هذا المسمن كيبغي دليك، خاصنا ضروري ندلكوه باش ملي نبداو نسرحوا العجينه ما تقطعش لينا. ندلكها مزيان. ملي تفرجوا الفيديو ديالي تفرج فيه حتى الاخر فضلا وليس امرا، الله يسهل عليكم. هنا غندلكها مزيان، واللي ما تفرجش حتى الاخر على الاقل يتفرج غير 4 دقائق ولا 5. الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله. وكنشكركم كاملين على الدعم وعلى المتابعه، وكاع اللي متبع قناتي كنشكرو. وهنا غنقطع العجينه، غنقطعها طريفات. انا ما غنصر نورقهاش لان كتجيني بحال هكا ساهله، كنقطعها غير كويرات صغار صغار من المشماشه، واخا يبانوا لكم راه غير صغيورين. وغنستمر بهذه الطريقه، ما ديرهمش كبار باش ما يجيكمش كبار بزاف. تقدروا ديروا حتى اقل من هادو، صغار من هادو شويه، راهم غير صغيورين. شفتهم قداش؟ نبغيوه للكوتي ولا الضياف الا جاو عندنا على غفله، راه ساهل وبسرعه كيوجد. راه واخا يبان لكم كميه كثيره بسرعه وصيبتو، ما كيشدش الوقت، غير كتخلي العجينه ترخف صافي كتبداو تورقوا بسهوله. وهنا بعد ما كملت كميه كامله، هانتوما راه تبارك الله كميه كثيره وراه بسرعه كملتها. هنا غنمسح سطح العمل مزيان، كيجيني ساهل في التوريق احسن من القصريه. وهنا غندهن بالزيت باش ما يلصقش لينا في سطح العمل. وهنا غنورقها.
مرحبا بالناس اللي انضموا لقناتي جداد، ومرحبا بالناس القدام المتتبعين ديولي. شكرا لكم كاملين على المتابعة وعلى لايك وعلى بارطاج. وهنا نطويها على 4 بحال الرغايف، بحال المسمن العادي على هاد الشكل. ونعاود معكم وحدة اخرى. هانتوما راه العجينة تبارك الله مرخوفة بسرعة يتورقوا. كنورقوه مزيان حتى كيبان لينا سطح العمل باش يجيونا مقرمشين ومورقين وخفاف. وكنطويوها حتى هي على 3 على هاد الشكل. هنا راه بطريقة سهلة ومبسطة للبنات المبتدئات ولا الولاد ولا اللي غيصايب هاد الرغايف، يتبع غير الطريقة وراها سهلة. تبارك الله المرأة المغربية راه كتعرف دير كل شيء. راهم غير صغيورين، شوفوا قداش البنات راهم غير صغار من المشماشة. ما عنديش الميزان باش كنعبر، غير كنقطع عيني ميزاني وكيجيو تبارك الله حجم واحد. نديروه للكوتي ولا للعيد بحال هكا، فطور ديال العيد يجي زوين. انا كنديرو نهار العيد للفطور. هنا بعد ما كملت الكميه، راه تبارك الله كميه كثيره. وهنا غنقرصهم باش غنطيبهم. درت المقله تسخن، وهنا عندي هنا درت هاد الصفايه الشبكه باش نصفيهم من الزيت. كنخليهم يتحمروا مزيان، يكونوا محمرين على هاد الشكل. هانتوما راه كيجي منفوخ وخاوي من الوسط، راه تبارك الله كيجي مورق. طريقه سهله وبسيطه. هنا راه كملت الكميه كامله. هنا عندي الكوك وعندي الجنجلال او السمسم وعندي العسل باش غادا ندهنهم. تقدروا تدهنهم بالكونفيتير، حتى بالكونفيتير كيجيو زوينين. هنا العسل صايبته غير انا، خليته شويه جاري مرخوف باش خفيف، باش غادي ندهن بيه ما يكونش الا كان عاقد كيلصق لينا بزاف في هاد الرغايف ويجيو معسلين بزاف. انا مبغيتهمش معسلين بزاف، بغيت غير شويه باش يشد لينا جنجلال او الكوك باش ما يطيحش. وهنا غندير جنجلال. الجنجلال راني حمرته. وهنا غندهن وحده اخرى وغادا نضيف ليها الكوك. راه كيجي البنات خفيف ومورق ومقرمش، راك تبارك الله كيجي رائع. غير جربوه غيعجبكم. انا متاكده من ان الا جربتوه غتبقاو دائما ديروا لوليداتكم. هنا غندير الكوك. اللي بغى بالكوك كياخدو، اللي بغى بالزنجلال كياخدو. وهنا بعد ما كملت الكميه راجع على هاد الشكل البنات كيجي مورق وخفيف. واللي بقى معايا حتى لهنا ما ينسانيش من التعاليق ومن البارطاج مع الاصدقاء والاحباب ومن اللايكات، فضلا منكم وليس امرا، ومن التعاليق الزوينه. وكنشكركم بزاف على الدعم، وكنشكركم على المتابعه وعلى اللايكات وعلى المشاهده، وشكرا لكم بزاف.
وهنا كنقدموه في صحن التقديم. ها هو راه كيجي على هاد الشكل، تبارك الله كيجي رائع البنات، غير جربوه غير يعجبكم ويعجب الوليدات كاملين. وهنا غادي يسالي الفيديو ديالي. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الدعم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم وتبقاو على خير. هانتوما البنات راه كيجي، شوفوا كيفاش جا، راه تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيجي مورق وخفيف وما كيشربش الزيت. هذاك راه غير عسل اللي في ايدي اللي كيبان لكم. وبسلام عليكم.